بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بنشرح درس مصادر الطاقة البديلة للصف التاسع. أول شيء بنتكلم عن أنواع مصادر الطاقة. عندنا 5 أنواع من مصادر الطاقة البديلة: طاقة الرياح، طاقة الحرارة الأرضية، الطاقة المستخرجة من الماء، الطاقة النووية، الطاقة الشمسية. بنتكلم عن كل نوع من الطاقات من حيث فكرة العمل والمميزات والعيوب. أول نوع اللي هو طاقة الرياح، فكرة العمل في طاقة الرياح إن احنا بنستخدم طاقة الرياح في إدارة التوربينات التي تدير المولدات لإنتاج الكهرباء. طاقة الرياح إن هي مصدر نظيف للطاقة ولا ينتج عنه أي ملوثات، لكن عيوبها أن الرياح لا تهب بانتظام واستمرار في معظم الأمطار، والجليد المتساقط يعيق عمل طواحين الهواء. المصدر الثاني للطاقة اللي هو طاقة الحرارة الأرضية. فكرة عمل طاقة الحرارة الأرضية أن الصخور الساخنة القريبة من أماكن النشاط البركاني تسخن الماء الجوفي وتحوله إلى بخار. هذا البخار يستخدم طاقة البخار المندفع في إدارة التوربينات التي تدير المولدات لإنتاج الكهرباء. مميزات طاقة الحرارة الأرضية إن هي مصدر طاقة نظيف ولا ينتج عنه أي ملوثات، لكن عيوبها أنها غير متوفرة في المناطق التي لم تتعرض لأنشطة بركانية. النوع الثالث من الطاقة البديلة اللي هو الطاقة المستخرجة من الماء. فكرة عملها أن احنا بنستخدم طاقة الماء المندفع في إدارة التوربينات التي تدير المولدات لإنتاج الكهرباء. مميزات الطاقة المستخرجة من المياه أنها مصدر طاقة نظيف وذات كفاءة عالية في إنتاج. عيوب الطاقة المستخرجة من المياه أن بناء السدود مكلف جدا ويتطلب استخدام كمية كبيرة من الطاقة، وأيضا بناء السدود تغير من طبيعة الأنهار والنظام البيئي، كما أن ظروف المد والجزر ديت بتتطلب ظروف خاصة للحصول على الطاقة من الماء. الرابع من مصادر الطاقة البديلة اللي هي الطاقة النووية، ودي فكرة عملها عندما تنشطر نواة الذرة فإنها تطلق طاقة هائلة تستخدم في تسخين أحواض المياه حتى الغليان، ثم تستخدم طاقة البخار المندفع في إدارة التوربينات التي تدير المولد لإنتاج الكهرباء. ذات الطاقة النووية أنها ذات كفاءة عالية في إنتاج الطاقة وتحافظ على المخزون العالمي للبترول والغاز الطبيعي، لكن من عيوبها الطاقة النووية أنها تطلق إشعاعات ضارة تؤذي الكائنات الحية. النوع الخامس من مصادر الطاقة البديلة اللي هي الطاقة الشمسية، وفكرة عملها أن مادة السيليكون التي تصنع منها الخلايا الشمسية عندما تتعرض مادة السيليكون إلى الضوء فإنها تحول الضوء إلى كهرباء مباشرة. مميزات الطاقة الشمسية أنها مصدر طاقة نظيف. عيوب الطاقة الشمسية أن الخلايا الشمسية مكلفة جدا وذات كفاءة قليلة في إنتاج الطاقة. أما الأسباب التي جعلت العلماء يبحثون عن مصادر بديلة للطاقة: رقم 1 تزايد الطلب على الطاقة، طبعا بسبب التضخم السكاني وبسبب بسبب التضخم السكاني وبسبب اختراع أجهزة كهربائية جديدة كلها تحتاج إلى الطاقة. رقم 2 نضوب مخزون الوقود. رقم 3 تزايد نسبة التلوث في المدن نتيجة احتراق الوقود الأحفوري. رقم 4 مشاكل الناتجة عن تسرب. رقم 5 المخاطر الناتجة عن المفاعلات النووية. 6 ظاهرة الاحتباس الحراري. عللي أو لماذا بدأت الحكومات تتبنى استخدام الطاقة البديلة في القطاعات المختلفة؟ هيكون السبب عندنا لأنها توفر تكلفة شبكات الكهرباء العامة في المناطق المعزولة والنائية، وتساعد على الإنماء الاقتصادي والتطوير الاجتماعي والمحلي. وقلنا وتساعد على الإنماء الاقتصادي والتطوير الاجتماعي والمحلي في تلك الأماكن النائية والمعزولة. وطبعا أي سؤال في المنهج احنا جاهزين طبعا لأي سؤال في المنهج، ولو الأسئلة الصعبة الطلبة بتوعنا طبعا يبعتوا لنا واحنا تحت أمرهم. يعطيك العافية.